النهارده بقى هو احلى مشروب رمضاني ما اختلفش عليه اتنين. لو دي اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشوفوا بقيه الوصفه. تعالوا بقى نعمل الصوبيا احلى كمان من اللي بيعملوها في المحلات. كل اللي احنا هنحتاج ان احنا نجيب تلج. انا هنا الخلاط بتاعي بيستحمل ان هو يكسر لي التلج، ولو الخلاط بتاعكم مش هيستحمل ما تعملوش الخطوه دي. وبعدين هبدا بقى انزل ب3 كوبايات من اللبن. هنا بقى كمان علشان احافظ على الخلاط علشان ما يتكسرش او حاجه، هبدا ان انا وانا بضرب التلج هضربه بس بالراحه، مش هضربه مره واحده. زي ما قلت لكم كمان استخدمتها هنا هتعمل لي الشفشه اللي هوريه لكم في الاخر. وبعدين هبدا بقى انزل بالفانيليا. الفانيليا بتديله طعم وريحه بيكون خطير وبتكون اساسي جدا، فلو ما عندكوش فانيليا ممكن تستخدموا الفانيليا الباودر مفيش مشكله. وبعدين هبدأ بقى انزل بالسكر. انا هنا استخدمت معلقتين كبار سكر او 3 معالق كبار سكر، فانتوا برضو استخدموا الكميه اللي انتوا عايزينها. هو لكل كوبايه حطيت لها معلقه سكر، فانتوا لو عايزين اقل ممكن تقللوا زي ما انتوا عايزين، بس ده القوام المظبوط. وبعدين هنا هبدأ بقى انزل ب3 معالق من الصوبيا. هي اوريدي بتشتروها جاهزه، وطبعا بيختلف على حسب نوع الصوبيا، فحاولوا تجيبوا نوع يكون كويس علشان برضو تبقى معاكم طعمها لذيذ. لو عايزين يكتب لكم نوع الصوبيا قولولي تحت في الكومنتس وانا اكتب لكم اسمها. وهنا بقى زي ما قلت لكم كل كوبايه محتاج لها معلقه من سكر ومعلقه من الصوبيا، فده المقدار اللي انتوا لو عايزين تقللوا منه ممكن تستخدموا المقدار ده. هبدا بقى ان انا اعمل لهم بلندنج كده مع بعض. زي ما قلت لكم انا بعمل واحده واحده عشان احافظ على الخلاط بتاعي، عشان لو الخلاط كبير او حاجه ما يكسروش. كده يكون جاهز معايا احلى صوبيا بجد ريفرش كده وجميله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو الشفا، واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتس. واشوفكم في وصفه تانية. باي.